أمره الإسلام وعموده الصلاة وثروة سنامه الجهاد. قال سيدنا عمر رضي الله عنه: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها فقد حفظ الدين، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ومن دلائل أهميتها وفضلها على سائر العبادات أن الله سبحانه فرضها على نبيه في مكان لم يطأه ملك مقرب ولا نبي مرسل في ليلة المعراج دون واسطة. وفي الحديث الصحيح رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تخش الكبائر. وفي الموطأ حديث رواه الإمام مالك عن هشام بن عروة عن سيدنا عثمان بن عفان أنه قال: والله إني لأحدثكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكموه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. قال مالك رضي الله عنه: وأراه يريد هذه الآية: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. والصلاة أيها المسلمون مناجاة بين العبد وربه. قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال ملك يوم الدين قال تعالى: مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال تعالى: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. والصلاة أيها المسلمون واجبة على ذمة المسلم في أغلب الأحوال: في الحضر، في السفر، في الصحة، في المرض، في الأمن، في الخوف. أيها الناس، عليكم ونفسي بإقامة هذه الصلوات في المساجد مع الجماعات، لأنها سنة مؤكدة وتفضل على صلاة الفرد ب27 درجة. ولم يرخص الرسول صلى الله عليه وسلم في التخلف عنها حتى للأعمى الذي سأله الرخصة فقال: أو تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. ولقد ورد الحض على إقامتها في القرآن في أكثر من 100 آية. وعليكم ونفسي بالخشوع واستحضار الحظمة الإلهية، فإن أجر صلاة المرء تابع لما عقل، كلها أو جلها أو نصفها أو لا شيء والعياذ بالله، مصداقا لقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون إلى آخر سورة الذين هم في صلاتهم خاشعون.
wa fi qawli fa waylun lil musallin alladina hum an salatihim saahuun yaxfirullahu li wa lakum. inna alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh na'uudu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'aati a'maalina man yahdihillahu falaa mudilla lahu wa man yudlil falaa haadiya lahu nashhadu an laa ilaaha illallah wa nashhadu anna muhammadan rasulullah salawaatuhu alayhi wa ala aalihi wa xadiimihi bilaa tanaahi. amma ba'd, ayyuhal muslimuun, alaykum wa nafsi bilmuhaafazati ala haadihi salawaat wa salaati aljumaa fa inna salaata aljumaa hiya fardu ayn ala kulli muslim dakar xur muqiim qarib bi salaasati amyaar. qaala taala yaa ayyuha alladina aamanu ida nuudiya lissalaati min yawmi aljumaa fas'aw ila dikrillah ولقد واظب النبي صلى الله عليه وسلم على إقامتها وشدد الوعيد على من تركها دون عذر. روى ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ترك الجمعة أو ليختمن الله على قلوبهم wala yakunan min alxaafiliin. rawaahu muslim. wa qaala aydan laqad hamamtu an aamura rajulan yusalli binnaas summa uhriqa ala rijaalin yataxallafuuna an aljumuca buyuutahum. ayyuha nnaas, udakkirukum wa nafsi bi sunnati nabiyyikum fi haadha alyawm wa minha alghusl مثل الجنابة والذهاب مبكرا إلى المسجد والإنصات عند الخطبة ولبس الثياب الجميل. ففي الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يسمعون الذكر. وقال أيضا من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إذا كان عنده ثم أتى الجمعة ولم يتخطى أعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كان كفارة بينه وبين جمعته التي قبلها. ومن فضائل الجمعة أن فيها ساعة الإجابة ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة وهو خير يوم طلعت فيه الشمس. يغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.